فلوان جيسبر راكم ملاح الحمد لله. اليوم بغيت نهضر لكم واش صرا في بجاية في الجزائر، وايضا بغيت نحكو على الرشوة والفساد في الجزائر. Donc aujourd'hui je tiens d'abord à dire جمعة مقبولة على كل المؤمنين، وإن شاء الله بغينا نفكروا الجزائر والحرية في 2017. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué pendant les événements de Béjaïa. D'abord, يعطيكم الصحة ولاد بجاية اللي درتوا يعني une grève générale سلمية. Et je tiens vraiment à féliciter donc les habitants des wilayas de Béjaïa, de Boumerdès, de Khadjla, de Batna, de Dzaïr et d'autres de Bouira. ويعطيكم الصحة، ولكن واحد النقطة لازم نهضروا عليها. Il faut que nous parlions d'un point très précis. في الجزائر الحمد لله عندنا الأمن قوي، عندنا 185 ألف شرطي. Il y a en Algérie 185 000 policiers. راكم تشوفوا هنا بالطابلو كاين دونك في الجزائر 185 ألف شرطي. كاين 48 ولاية، يعني في كل ولاية كاين 3854 شرطي. Donc il y a dans chaque wilaya 3854 policiers. فهموني يا سلطان. Il faut que le pouvoir nous explique كيف خلوا شي ناس يخونوا في المكان تاع كوندور، كيف خلوا شي ناس يكسروا في الأكاديمي، كيف خلوا شي ناس يكسروا البنكة الفرنسية BNP. هذه مستحيل. C'est impossible. C'est impossible. Dans une wilaya où il y a au minimum 3854 policiers, de laisser une poignée de jeunes voler le magasin Condor, casser l'académie ou la banque BNP. هذه مستحيل. يعني المشكل مش الأمن الجزائري، المشكل الأمر تاع السلطة. هذو 40 سراق اللي قالوا هذو 40 سراق قالوا الأمن الجزائري خلوا الناس تخون في كوندور، خلوا الناس كسر الأكاديمي، خلوا الناس كسر لا بي بي. يعني باه قدام الشعب الجزائري يقولوا بلي في بجاية ماهمش متقدمين، ماهمش مثقفين، ويعني ما يحترموش يعني الجزائر والأمن الجزائري. دونك جو تيان فو دي، هذا السؤال راه مطروح. كيف الجزائر فيها 185 ألف شرطي، يعني 3854 شرطي في كل ولاية، ما يقدروش يحبسوا 100 واحد يكسر الأكاديمي ولا البنكة ولا المكان كوندور. هذه مستحيل، هذه في العالم كامل ما تصراش. Donc je tiens à dire solennellement devant l'ensemble du peuple algérien, il y a eu une volonté délibérée de montrer au peuple algérien que les jeunes de Béjaïa sont des sauvages, ce qui est totalement faux. يعني سؤال، ما تقدروش تحبسوا الناس يخونوا في كوندور وراكم قاعدين قدام البيت تاعي في الدواري 24 ساعة على 24 ساعة؟ يعني الشرطة كانوا في داري، كانوا يعني بلوكوني في دواري في بلدية عين مران في ولاية شلف. يعني تقدروا تبلوكوني في الدواري وما تقدروش تحموا الأمن الجزائري في بجاية. يا 40 سراق، ما راناش حيوان، والشعب الجزائري ماهوش حيوان. انا سمعت سي سلال يقول باللي ما راناش خرفان. يا سي سلال، شكون اللي خذ الدراهم تاع الغاز الجزائري وشرى به الديار في باريس في الشانزليزيه؟ شوفوا هذا الدليل هذا تاع لاسوسيي تاع سي شكيب خليل عمر حمور. المحكمة الفرنسية سيزات له الدار تاعو، البيت تاعو في لا تور ايفيل 2.8 مليون دورو، 50 مليار سنتيم. وفي الكونت تاعو كان فيه 6 ملايين اورو. يعني ديروا حسابكم مع كيما يشرو الدراهم في السكوار، طاحت 100 مليار كانت في الكونت تاعو. هذا عمر حبور، دليل رسمي ماشي انا خرجته من راسي. دونك هادو الناس راهم يحكموا في البلاد، راهم يخونوا دراهم تاع الشعب الجزائري. واليوم الجمعة على بالكم. دونك هذا دليل. في لو 6 février 2014
المحكمة الفرنسية استزادت البيت تاع الصديق تاع شكيب خليل، يعني ياخذ معاه الدرهم تاع الغاز الجزائري. يا سي سلال، بعد تقرا ولا لا؟ مادموزيل ريم سلال. ما نهضرش بلا دليل، انايا نهضر بالدليل. شوفوا شحال من ورقه. شوف، هذا هو لاكت نوتاريي تاع بنت الوزير الاول. ما راناش حيوان يا سيدي الوزير، الوزير الاول في الجزائر، ما راناش حيوان، حنا نهضروا بالدليل. هذا هو الدليل باللي بدك عندها بيت 15 مليار سنتيم منذ 27 افريل 2007. واش تقول على هذا الدليل يا سي سلال؟ ما راناش حيوان، ما راناش خرفان كما راك تقول. نو نسم با لي زانيمو. لازم تجاوب الشعب الجزائري. كي درت باش شريت بيت في الشانزليزي، 76 شارع شانزليزي في باريس في 2007. كنت وزير تاع الماء. كي درت يا سي سلال؟ راك تقول للشعب الجزائري باللي ما راناش خرفان، يعني ما راناش حيوان. ما راناش حيوان، عندك الحق. Nous ne sommes pas des animaux et le peuple algérien est conscient de ce qui se passe aujourd'hui. توما 40 سراق راكم تحكموا في الجزائر، وانتوما اللي ديتوا الكنز تاع الجزائر، الغاز والبترول، وانتوما راكم تلعبوا بالامن الجزائري، وانتوما عطيتوا الامر للامن الجزائري باه ما يحبسوش هذوك الناس يدخلوا في كوندور في الاكاديمي وفي البنكه الفرنسيه بي ان بي. نعم، ونقولها لكم يعني دو فاسون بوبليك قدام الشعب الجزائري. ماشي هكاك الناس اللي يبغوا البلاد، اللي يبغوا الوطن، ما يستعملوش كيما هكا مع الشعب الجزائري، ما يخلوش النار تقدي في الجزائر. توما راكم باغيين باللي الجزائر تولي كيما سوريا. نعرفوا علاش ولا لا؟ توما راكم تخونوا الدراهم تاع الشعب الجزائري، دراهم الشهداء الله يرحمهم، هما اللي جابوا استقلال والحريه في الجزائر. دونك سو سون فو les 40 voleurs qui êtes en train de jouer avec le feu, qui voulaient faire de l'Algérie un pays comme la Syrie en volant les richesses de ce pays et en achetant des appartements à l'étranger. نزيد بوشوارب عنده دار تاع 54 مليار سنتيم في باريس. سيبو شويه اللي نسيبو يعني يهودي، ما عندنا حتى مشكل مع اليهود، ولكن هل الشعب الجزائري يقبل باللي وزير الصناعه الجزائري عنده نسيبو يهودي اللي سلف له 600 ألف أورو باه يشري هذا الدار اللي تسوى اليوم 50 مليار سنتيم. Nous n'avons absolument rien, évidemment, ni avec les chrétiens, ni contre les chrétiens, ni contre les juifs. Mais est-ce qu'on peut accepter qu'un ministre de l'Industrie, dont le beau-frère est de confession israélite, se soit porté garant pour l'achat d'un appartement à hauteur de 600 000 euros? Je ne crois pas. Je ne crois pas que le peuple algérien accepte qu'un ministre de l'Industrie soit pieds et mains liés avec un citoyen qui n'est pas un citoyen الجيريان. هذا سؤال مطروح. هل الشعب الجزائري يقبل باللي وزير الصناعه الجزائري راه مسلم ومكتف مع نسيبو اللي دار ضمانه على حساب 600 ألف أورو باه يشري لابارتمون اللي يسوى اليوم 54 مليار سنتيم في باريس؟ ما نظنش. سي سعيداني اللي عنده بيت اللي يسوى 15 مليار سنتيم في نوي سور سين، يعني الحضره تاع هنايا في باريس. حنا نهضروا دائما بالدليل، وقدمنا الشكوى في محكمة بالمراد رئيس او 2 نوفمبر اللي فات، ونعطوا عام. nous allons donner un an à la justice algérienne، المحكمة الجزائرية، العدالة الجزائرية، باه تصفي هذا المشكل بالنسبة للسي سعيداني. Voilà, فهمتوا المقصود. Donc je crois que vous avez compris le sens de mon intervention d'aujourd'hui. يعني سي سلال وسي يحيى، الامن الجزائري راه قاعد 24 ساعه على 24 ساعه قدام امام البيت تاعنا هنايا في الدوار، انقاقزه في بلديه عين مراد.
وعندي القانون نقعد في الدوار او نروح للمطار في وهران ولا في الجزائر باه نروح لاوروبا. ولكن ما عنديش القانون لا نروح لوهران لا عغرديه لا عين صالح لا الجزائر. وشفتوا بعينيكم باللي وزير السابق تاع النقل سي عمر غول هو استقبلوه باه يروح لا غون بوست بريد مركزي في العاصمه. وانا مانيش جزائري، راشد نكاز مو جزائري، ما عنديش قانون انايا نروح نتقهوى في البريد المركزي في الجزائر عاصمه. لماذا؟ Est-ce que on peut m'expliquer pourquoi Amar Roul a été autorisé à aller à la Grande Poste, à circuler dans la rue de Tanger Alger, et pas Rachid Nekaz. لماذا دائما الامن الجزائري يثور الامر بيحبسوني كي نروح للجزائر عاصمه؟ لماذا عمر غول عنده القانون باه يروح للجزائر عاصمه وانا ما عنديش القانون؟ Pourquoi ce deux poids deux mesures entre Monsieur Roul et Monsieur Nekaz? C'est une question que je pose à l'ensemble du peuple algérien. Et وهذو الحكام راهم يسيروا في البلاد. Donc je reviens à l'affaire de Béjaïa. Il y a eu une instrumentalisation, une manipulation des 40 voleurs pour montrer une mauvaise image de la Kabylie à l'ensemble du peuple algérien et à l'ensemble de la communauté internationale. 185,000 شرطي كان في الجزائر ما يقدروش يحبسوا 100 واحد اللي راهم يدخلوا في المكان كوندور ويدخلوا في الاكاديميه تاع بجايه والبنكه الفرنسيه بي ان بي. هذه مستحيل. هذه 185,000 شرطي ما يقدروش يديروا كيما هاك. وعندي امام البيت تاعي هنا في الدواري 24 ساعه على 24 ساعه 15 شرطي يبلوكوني البيت تاعي. احنا نحترموهم، ما عندنا حتى مشكل مع الامن الجزائري، نتفاهموا مليح. المشكل الامر اللي جا من سي سلال ومن سيو يحيى باه يحبسوني في داري هنايا في الجزائر. وعلى بالكم باللي اي بلاصه نبغي نروح لها لازم عندي الاسكورت، يعني نروح نشري قهوه في عين مرال عندي الاسكورت تاع الامن الجزائري. نبغي نزور اختي جات من العمره اليوم لازم الاسكورت تاع الامن الجزائري. وباه يحموا مكان في بجايه ما كاش الامن، باه يحموا الاكاديمي في بجايه ما كاش الامن، باه يحموا بنكه فرنسيه في بجايه ما كاش الامن. هذه مستحيل. C'est impossible de faire croire au peuple algérien que 185 000 policiers ne peuvent pas assurer la sécurité des lieux publics ou des magasins privés. ما راناش حيوان يا سي سلال، ما راناش خرفان يا سي سلال، رانا مواطنين جزائريين وفهمنا اللعب تاعكم. Nous avons compris votre manipulation. وفهمنا باللي نتوما ما تخافوش من ربي سبحانه اليوم الجمعة، ما تحترموش الشهداء الله يرحمهم واليوم الجمعة، ما تحترموش 40 مليون مواطنين جزائريين واليوم الجمعة. Vous êtes des personnes qui n'avaient peur ni de Dieu, ni de respecter les martyrs qui ont amené l'indépendance et la liberté en Algérie, ni de respecter les 40 millions d'Algériens. Et cela, le peuple algérien doit le savoir. لازم الشعب الجزائري يعرف بلي هذو الحكام هذو 40 سراق ما تقدروش تأمنوهم. هذو السراق راهم حاسبين باللي الشعب الجزائري راه كيما حيوان، سي كوم دي زانيمون، ما يفهموش، مش واعيين، ما يفكروش، ما يقدروش يعني يشوفوا باللي كيفاه الجزائر ما شاء الله اللي فيها 185,000 شرطي ما يقدروش يحموا عين مليان، ما يقدروش يحموا بجايه، ما يقدروش يحكموا بويره، ما يقدروش يحموا الكسر، ما يقدروش يحموا الجزائر كامله 48 ولايه. هذه مستحيل. هذه اللي يسمعها ما يأمنهمش. Donc je tiens à le dire et à le répéter. Monsieur Sellal et Monsieur Yahya, vous êtes en train de jouer avec le feu. Vous êtes en train de manipuler le peuple algérien. Vous êtes en train de transformer l'Algérie comme la Syrie. توما راكم باغيين يا 40 سراق باللي الجزائر تولي كيما سوريا. توما راكم بهدلوا بينا وفينا في الجزائر وفي العالم كامل. راهم يقولوا باللي الجزائر تحرق في بجايه. علاه ديروا كيما هاك؟ ما تخافوش ربي، ما تخافوش ربي يا 40 سراق، ما تخافوش ربي. راكم تلعبوا مع الشعب الجزائري وراكم تلعبوا مع
مع الجزائر كامله، وراكم تقولوا باللي راهي الجزائر تنحرق، وانتوما راكم تخلوا الناس يحرقوا في الجزائر انتوما، لان على بالنا كاع، والامن الجزائري على باله، والجيش الجزائري على باله باللي نقدروا نحموا الجزائر كامله كما راهي، مع الجيش الجزائري ومع 185 ألف شرطي جزائري كيما راهم يحموا دواري هنايا في قغزه في بلديه عين مرة. على عين مرة ما نحرقش، تعرفوا علاه ولا لا؟ كاين الامن في الجزائر، بصح انتوما درتوها عيناني. Vous avez fait exprès de laisser le feu s'allumer. تعرفوا علاش؟ باسكو على بالكم باللي هذا الاحتجاج السلمي اللي داروه في بجهيه، ويعطيكم الصحه لي كوميرسون ما شاء الله قالوا باللي رانا ضد هذا القانون الماليه، وعلى هذا الشيء واش قالوا؟ قالوا باللي حنايا نبلعوا لحوانيتنا. Nous allons juste fermer nos commerces. C'est tout ce qu'ils ont dit. بصح انتوما ما عجبهمش الحال، ما عجبهمش الحال باللي يبلعوا حوانيتهم ضد هذا القانون الماليه اللي بين قدام الشعب الجزائري والعالم كامل باللي نتوما ما تقدروش تسيروا بلادنا. Vous n'êtes pas en mesure de gérer notre pays. نتوما تعرفوا تصرفوا برك، دراهم يجيو من الغاز والبترول، تصرفوا شويه، ديروا شويه لانسي، شويه دعم في ليسانس ولا في الخبز، و كان بزاف دراهم اللي تخرجوهم لفرنسا، سويسرا، الانجليز، الامريكان، شرتوا بهم من ديار ولادكم. ما تخافوش ربي، ما تخافوش ربي، ما تخافوش ربي. اليوم الجمعه تخاونوا دراهم تاع الشعب الجزائري، تخاونوا دراهم تاع الشهداء الله يرحمهم، وتشروا بهم الديار. وريتكم اليوم أدلة، les preuves que vous avez acheté des appartements à vos enfants avec l'argent du peuple algérien. يا سي سلال، يا سي يحيى، شحال راكم تربحوا في الشهر؟ شحال الشعب الجزائري يدير لكم في الشهر؟ 30 مليون، 50 مليون، 100 مليون. هل تقدروا تشروا بيت اللي يسوى 15 مليار سنتيم كيما بتسلال، اللي يسوى 54 مليار سنتيم كيما سي بوشوارب، اللي يسوى 50 مليار سنتيم كيما صديق تاع شكيب خليل؟ هل تقدروا تشروا هذا البيت، هذا البيت مع الدراهم اللي الشعب الجزائري يعطيه لكم، اللي تركم امانه؟ على بالكم الجزائر راهي امانه. على تخونوا في الشعب الجزائري؟ لماذا تخدعوا في الشعب الجزائري؟ لماذا ما تحترموش الشعب الجزائري؟ لماذا راكم تلعبوا مع الامن الجزائري؟ الامن الجزائري يعطيكم الثقه، لا بوليس الجزائرية فو في كونفيونس. لماذا راكم تحبسوهم لي هنايا مساكين امام البيت تاعي في الدواري في عين مران؟ 15 مساكين ما يرقدوا، الماكله من با الماكله يعني مسقمه، ويتبردوا في الليل، وخليتو بجايه تنحرق. ما تخافوش ربي. Personne ne vous pardonnera d'utiliser les forces de sécurité algériennes, d'utiliser la peur du peuple algérien pour rester au pouvoir. نتوما راكم باغيين برك تقعدوا في الكرسي، بصح كاين ربي سبحانه، واليوم الجمعة كان الشهداء الله يرحمهم، واليوم الجمعة وكاين الشعب الجزائري يعطيه الصحة، واليوم الجمعة ثاق بكم. الشعب الجزائري ثاق بكم، ثاق باللي راكم تلعبوا مع المستقبل تاع الجزائر، راكم تلعبوا مع الشعب الجزائري، وراكم تلعبوا مع الامن الجزائري، وحتى واحد ما يسمح لكم، لان الجزائر ونعاودها لكم راهي امانه. دونك جو دون رونديفو ان شاء الله بكره 12 تاع الصباح امام القنصليه الجزائريه في بوبيلي، 15 كيلومتر على مدينه باريس. دونك samedi 7 janvier à midi devant le consulat algérien à Bobigny. الحد ان شاء الله على بالكم بلي راني في البلاد، دونك ما خلوناش نديروا نسقسوا الرخصه pour demander l'autorisation. Donc nous n'avons pas d'autorisation باه نديروا احتجاج ضد الفساد في الجزائر امام البيت تاع سلال في الشانزليزيه هذا الحد هذا، ولكن نكون فم ان شاء الله. دونك dimanche 8 je serai pendant 15 minutes 15 دقيقه ان شاء الله بين 3 و 3 و 4، يعني
الولايه تاع باريس قالت لنا نقدروا نخلوكم 15 دقيقه لان ما عندناش الرخصه، ولكن لو ديمانش 15 ان شاء الله نكونوا الساعه 3 امام البيت تاع السلال في الشانزليزيه. دونك دو 3h à 15h ان شاء الله. وكل حد ان شاء الله tous les dimanches nous serons devant l'appartement de Sedlal sur les Champs-Élysées pour manifester ضد الفساد في الجزائر. وهذا سي سلال وسي يحيى وجماعته اللي ماهمش باغيين باللي يديروا السياسه بطريقه قانونيه في الجزائر. إبا ان شاء الله نرشح روحي فيه في راسه باه نمثل الجاليه الجزائريه. دونك جو سوغي dans l'obligation d'être candidat pour représenter les Algériens de France pour les élections législatives du 5 mai 2017 ان شاء الله. يعني ان شاء الله نرشح روحي باه نمثل الجاليه الجزائريه هنا في فرنسا تاع التشريعيات اللي ان شاء الله يوجدوهم الخامس شهر ماي 2017. دونك كل سبت ان شاء الله نكون في قنصليه جزائريه في فرنسا، وكل حد ان شاء الله نكون امام البيت تاع السلال ضد الفساد الساعه 3 ان شاء الله. ولو 12 جونفي ان شاء الله كي ما بغوش يخلوني نجي بالجايه مع الطوموبيل مع السياره من الدوار تاعي هنايا في بلديه تاع نمران، لازم نجي البجايه ابارتير دو لا فرانس، يعني لازم نروح لفرنسا باه نجي ديريكتومون ا بجايه. دونك ان شاء الله نعطيكم موعد، جو دون رونديفو على الايروبور دو بجايه لو 12 جانفي ان شاء الله à 9h30 9:30 ان شاء الله. لو 12 جانفي نكون في المطار ثم بتاع بجايه باه ان شاء الله نخبوا نفكروا يناير pour fêter ensemble le jour de l'an amazighi. Donc le 12 janvier à 9h30 Inch'Allah. J'aurais souhaité أنا كنت باغي باللي نجي البجاية من بلدية عندنا هنا في شلف، بس قالوا لي لا ما عندكش القانون باه الدور باه تزور الجزائر، باه تروح الجزائر، باه تروح الوهران، باه تروح الغردية، باه تروح إليزي، باه تروح عين صالح، باه تروح تيجي وزو، باه تروح البجاية بدنا ومن البواقي نعامة. ما عنديش قانون، يعني قالوا لي بلا الجزائري انت ما عنديش القانون باه نزور 48 ولاية في الجزائر. بس علاش؟ تعرفوا علاش؟ كشفناهم على بالكم باللي في إليزي عندنا الغاز ما شاء الله، بصح سي سلال على بالكم واش دار في 2015. ونكمل مع هذه النقطة. سافي سكافي مسيو سلال en 2015 سوناتراك كانت عندها 150% تاع الغاز الطبيعي في إليزي. إليزي راهي في الجزائر على بالكم، ماهيش بعيدة على ليبيا. هذا سي سلال واش دار؟ هذيك 150% اللي كانت عندها سوناتراك، اللي كانت عندها سوناتراك في إليزي، دروك تعرفوا شحال عندنا ولا لا؟ نوري لكم شحال عندنا باش تفهموا مليح. شوفوا سي سلال واش دار لنا. هذا الانسان راه يسير في البلاد. شوفوا شحال عندنا، شوفوا في إليزي، شوفوا شحال عندنا. ربي سبحانه وتعالى الكنز في الجزائر. شوفوا شحال عندنا اليوم في إليزي. شفتوا ولا لا؟ عندنا 0%. الجزائر عندها 0% تاع الغاز الطبيعي في إليزي اليوم. على جال هذا سي سلال اللي قال باللي حنايا ما راناش خرفان. عندك الحق سي سلال، حنايا الشعب الجزائري ماهوش حيوان، نو نسم با دي زانيمو. وعلى بالنا واش راكم ديروا باه تقعدوا في الكرسي. بعتوا البلاد تاع الشهداء الله يرحمهم، وهذه حتى واحد ما يسمح لكم، حتى واحد ما يسمح لكم باللي راكم تبيعوا في الكنز وفي الغاز والبترول تاع الشعب الجزائري تاع الشهداء الله يرحمهم اللي ماتوا باه تكون الحريه في الجزائر. وانتم راكم تحبسوا فيا هنايا في دواري بدون قانون سان ريسبكتي لا لوا. يعني درتونا في الديكتاتوريه. كاينه 85% ديمقراطيه في الجزائر، ولكن اليوم درتوني في 15% ديكتاتوريه في بلادي. هذه حتى واحد ما يسمح لكم. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. 6 janvier 2017 ما راناش حيوان يا سي سلال.
فهمنا اللعب تاعكم، وحتى واحد ما نخلوش يحكم في البلاد لو كان ما يحترمش الشهداء الله يرحمهم، لو كان ما يحترمش الشعب الجزائري، ولو كان ما يخممش باللي الجزائر راهي امانه. ويعطيكم الصحه، ونتلاقاو ان شاء الله في السنه. السلام عليكم.